السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي بيشوفني اول مرة، انا شيماء. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين تشيكن مالاي تكة، اكلة هندية حلوة ولذيذة جدا جدا، وطريقتها سهلة وبسيطة جدا ومش بتاخد وقت. هيجربوها تعجبكم جدا جدا، مش بعيد لما تشوفوها دلوقتي تقوموا جربوها حالا بنفسكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. اول خطوه معانا طبعا معايا زي ما انتم شايفين هنا معايا 3 صدور فراخ. هبدا اقطعهم مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين. طبعا غسلناهم كويس قوي وصفناهم. هقطعها قطع زي ما انتم شايفين مكعبات بالشكل ده. خلاص هقطع ده كمان زي ما انتم شايفين. لو عندي قطع مش مظبوطه هبدا اسويها كده. كده خلصت تقطيع الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين. دلوقتي هركنها على جنب وهبدا اعمل التتبيله بتاعتنا. اول حاجه معايا طبعا زي ما انتم شايفين معلقتين جبن كريمي، اي جبن كريم متوفر عندي. هبدا اضيف عليهم كمان علبه زبادي، العلبه اللي انتم شايفينها دي. كمان هضيف عليه زي ما انتم شايفين كريمه طهي. هضيف نص كوب كريمه طهي. بعد كده هضيف كمان معلقه معجون فلفل اخضر. طبعا انا عملت فلفل اخضر في الكبه، خلطته كويس قوي وضفته وقلبته زي ما انتم شايفين. هنضيف بعد كده كمان معلقتين كبار معجون الثوم والزنجبيل اللي احنا استخدمناه قبل كده كتير، موجود في كل المولات او الهايبر ماركتس كبيره، وممكن كمان نلاقيه عند العطار. هحط منه معلقتين كبار. بعد كده هبدا اضيف التوابل. عندي هنا معلقه صغيره حلبه مطحونه وملح طبعا وفلفل، وكمان هضيف السبع بهارات او السبع توابل او بنسميها كمان الجرام مسله. وطبعا هضيف الملح، ضفت الملح زي ما انتم شايفين حسب الرغبه، وهقلب كويس قوي زي ما انتم شايفين. التتبيله بسيطه جدا جدا. هنزل عليها بالفراخ. طبعا واحده واحده علشان ما نزلش اي ميه من اللي هي نزلت منها. احنا عارفين طبعا مهما نصفيها هتفضل طبعا تنزل كده ميه. خلاص انا ضفتها كلها على التتبيله. هقلبها كويس قوي في التتبيله. طبعا التتبيله طعمها كريمه خالص وطعمها حلو جدا حقيقي يعني. مهم ان احنا نظبط الملح بتاعها. انا هبدا اغطيها واسيبها وادخلها ساعه كده في التلاجة، يعني مش اقل من ساعه، ممكن نسيبها اكتر طبعا. كل ما نسيب الفراخ في التتبيله وقت اطول كل ما تكون طعمها افضل بكتير قوي. هغطيها زي ما انتم شايفين وادخلها التلاجة. انا الاقل هسيبها ساعه في التلاجة. طبعا مر ساعه. بعد ساعه طلعتها زي ما انتم شايفين. بعد انا سبتها ساعه ونص، يعني ما يقلش عن ساعه. هضيف عليها معلقتين كبار نشا زي ما انتم شايفين، وهبدا اقلب بالشكل ده. هضيف كمان ربع كوب او معلقتين كبار زيت. انا هستخدم زيت الزيتون، انا بحب استخدمه جدا مع الفراخ بالشكل ده. او اي زيت متوفر عندي. وهبدا اقلب
الفراخ في التتبيله زي ما انتم شايفين. ودلوقتي انا جهزت طبعا سياخ شيش طاووق، انا نقعتها في الميه طبعا لمده ساعتين عشان طبعا متحرقش مننا ونقدر نستخدمها اكتر من مره. وهبدا ادخل فيها قطع الفراخ بالشكل ده. لو في اي زوايد اضمها ليها بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا الفراخ شاربه من التتبيله كويس قوي قوي زي ما انتم شايفين. احنا طبعا هنا بنحط الفراخ بس على على السيخ زي ما انتم شايفين، مش بنضيف اي خضروات زي شيش طاووق. انا خلاص كده عملت واحد. عندي هنا الصينيه اللي انا هستخدمها، حطيت فيها حوالي كوبايه ميه وحطيت عليها الشبكه بتاعه الفرن. هحط عليها السيخ بالشكل ده. هبدأ اعمل واحد تاني بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين. خلاص حطيته على الشبكة زي ما انتم شايفين. وهعمل اللي بعد كده وهخلص كل الكمية اللي موجودة معايا بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين. هبدأ دلوقتي اشغل الشواية بتاعة الفرن وهدخلها على تحت الشواية واقلبها على كل جنب لحد ما تاخد اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده وتستوي. اخدت معايا 45 دقيقة، يعني بتاخد من نص ساعة ل 45 دقيقة بحيث انها تستوي كويس قوي. ودي طبعا انا زينتها طبعا بالبصل بتتقدم كده، وعملت معاها طبعا صوص الزبادي. ان شاء الله هبقى انزلها في فيديو بعد كده. ودي كانت وصفتنا النهارده، جربوها يا رب تعجبكم، ومستنيه تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. ونشوفكم الفيديو الجاي.